ويا صباح الورد. اليوم جبت لكم وصفة جدا سهلة وسريعة وما بتاخذ معكم وقت، والأطيب من هيك إنها وصفة صحية. كيكة رافاييلو الصحية، لازم تتابعوا معاي الفيديو الآخر لنعرف مكوناتها السهلة والبسيطة. ويلا نبلش. أول شي بنبلش فيه ب3 حبات من البيض. بوعاء غميق عندكم بننزل فيه حبات البيض وبنعطيهم تقليبة خفيفة مع ربع كوب من السكر. بننزل على البيض مع الخفق المستمر ليتغير عنا لون البيض للون الأبيض. ورح نحتاج كمان لظرف من الفانيليا وكمان البيكنج باودر. الفانيليا بنحط على البيض والبيكنج باودر على كوب من جوز الهند. زي ما لاحظتم لون البيض تغير عنا، وهيك بتكون جاهزة للمرحلة يلي بعد هيك اللي هو جوز الهند. بنعطيهم تقليبة على السريع. حبات البيض اللي استخدمتهم حبات كبيرة، فأنا احتجت كمان كوب من جوز الهند. ممكن تقللوا الكمية بحبات البيض. ونعطيهم تقليبة على السريع مع كوب من الزبادي أو اليوغرت أو 250 مل تقريبا. ونعطيهم كمان تقليبة خفيفة علشان ما نطلع الهواء الموجود بالبيض. وبأي قالب عندكم أو بايركس أو صينية زي ما أنتم بتحبوا بتحطوا فيها الخليط اللي جهزناه سوا. بنزبط أمور الخليط بالقالب علشان يطلع متساوي. وحمينا الفرن قبل بوقت على درجة حرارة 180، وبنكمل تسويته بنفس درجة الحرارة ليتحمروا عنا الجوانب، وهيك بيصير عنا جاهز. لازم إنكم تجربوها، جدا سهلة وبسيطة وما بتاخذ معاكم وقت وكمان صحية. وبنعطيناها رشة بسيطة من جوز الهند على الوجه حسب ما انتم بتحبوا تزينوا زينوا. يا ريت ألف صحة وعافية على قلوبكم. جربوها واكتبوا لي بالتعليقات كيف طلعت معكم.